أكتر القصص المرعبة اللي مش بحب أتكلم عنها هي قصص الجن العاشق، لأن بمجرد ما الواحد بيفكر فيها بيحس بالقلق. متخيل جن بيحب بنت ومتعلق بيها، أو العكس جنية بتحب شاب ومتعلقة بيه. فكرة إنك أصلا مش في أمان وإن في شيء مجهول بيفكر فيك ومراقبك فكرة مرعبة. ولكن صاحب قصة النهاردة وهو بيحكي لي قصته خلاني متحمس جدا إن أنا أحكيها لكم، فركزوا في الأحداث لأنها فعلا ممتعة. بتبدأ القصة من 15 سنة في منطقة في مصر من غير ذكر اسمها. في الوقت ده كان بطل قصتنا عمره 10 سنين بس. أهله خدوه ونقلوا المنطقة اللي بقول لكم عليها دي. في البداية لما راحوا البيت أهل المنطقة بدأوا يحذروا الأب ويقولوا له إن البيت اللي أنت هتسكنه ده بيسكنه الجن وأرواح شريرة، وكانوا بيقولوا له ما تشوف لك بيت تاني، لأن كل اللي سكنوا في البيت ده ما كملوش أسبوع ومشيوا منه مرعوبين. وقالوا إنهم سمعوا وشافوا في البيت ده اللي شايب الشعر. كانوا بيشوفوا فيه ست لابسة أسود ووشها مشوه بتقف عند أبواب الأوض بتاعتهم بالليل وبتقول لهم امشوا من البيت قبل ما ولع فيكم. وبالفعل جزء من البيت كان بيولع، ولكنه بيهدى تاني كأنه بيدي فرصة للي في البيت انهم يهربوا. الكلام ده كله طبعا بيتقال للاب، فالاب لانه راجل كان قريب من ربنا شويه قال خلوها على الله، ربنا يحفظنا بحفظه. وبالفعل سكننا في البيت ووالدي ما عرفناش حاجه. قعدنا فتره وكل شيء كان عادي حوالي 4 ايام كده. ولكن اليوم الخامس وانا في غرفتي بالليل بحاول انام، ببص عند باب الاوضه لقيت ست لابسه اسود في اسود واقفه عند باب الاوضه عندي. انا فكرتها امي. ببص على وشها جسمي اتسمر مكانه من الرعب لدرجه ان حتى نفسي اتحاش وما قدرتش اصرخ. ولكن فجأة طلع من تحت ايد الست دي بنت صغيرة شكلها جميل قوي. بصت لي وانا مرعوب كده وبصت لامها، وبعدين قربت عليا وحطت ايديها على ايدي. حاولت وقتها ابعد عنها وانا خايف، لقيتها ابتسمت ومسكت ايدي ورجعت بصت للست دي. وقتها الست دي اختفت فعلا قدام عيني كأنها شوية دخان وطار. والبنت دي فضلت تبصلي شوية كده بشكل غريب كأنها بتحفظ ملامحي. وقتها أنا فاكر كنت 10 سنين بس، والبنت تقريبا كانت نفس سني. وبعدها حطت ايديها على راسي ومش عارف ايه اللي حصل. وقتها أنا لقيت نفسي مش عارف بعد مدة قد ايه بفتح عيني وبصحى من النوم. قمت مفزوع وبصيت حواليا ما لقيتش حاجة، فطبيعي وقتها فكرت اني بحلم، وكملت يومي عادي بين الدروس وبين اللعب. ويعدي يومي طبيعي وادخل علشان انام. والليلة دي برضو احلم بنفس البنت اللي شفتها في الأوضة عندي. كنت في مكان غريب كده شكله جميل، والبنت كانت واقفة معايا وكل شوية تقرب مني وتعمل إنها بتجري علشان أجري وراها. وبالفعل بسرعة بدأ الخوف يتشال من قلبي وبدأت أضحك واجري وراها ونلعب. وكان الحلم بيبقى جميل جدا لدرجة إني ما كنتش بحب أصحى منه. وكنت بصحى من النوم ومش عارف مين دي وإيه اللي بيحصل لي من ساعة ما جيت البيت ده. بس الأغرب بقى هو اللي كان بيحصل بعدها. انا رغم سني ال10 سنين اللي لسه صغير الا اني كنت شقي جدا وبضايق امي. يعني مثلا كده تقول لي ذاكر يا رياض اقول لها لا، تقول لي ما تطلعش تلعب عاند واطلع العب وكده. دي كانت طبيعتي. فامي اتضايقت جدا وقررت تعرف والدي علشان بالبلدي كده يقرص ودني، يضربني يعني مره علشان ابقى كويس. وبالفعل خلت والدي جاي من بره وقالت له عايز اقول لك حاجه. فوالدي وهو متضايق قال لها سيبيني دلوقتي يا ام رياض علشان مخنوق. فامي اتضايقت وقالت له لا لازم تسمعني. والدي كان باين عليه جدا العصبيه، فصرخ وقال لها عايزه ايه قولي. فقامت قايله له رب ابنك انت، انا غلبت فيه مش عايز ابدا يسمع الكلام. قال لها طيب خلاص بعدين. اتعصبت وقالت له لا دلوقتي. امي كانت عايزاه يعني يضربني قلم يزعق لي جامد علشان اسمع الكلام. ولكن لان والدي كان جاي من بره مضغوط وامي كمان ضغطت عليه بزياده بدا يتصرف زي المجنون وخلع الحزام بتاعه ونزل عليا ضرب بيه لدرجه ان توكه الحزام كانت عماله تخبط في دماغي وانا واقف مصدوم ومش مصدق. انا سامع صوت الخبط في دماغي وببص له ومش عارف هو بيعمل كده ازاي. فامي وقتها اتصدمت وفضلت تصرخ وجريت عليا حضنتني وقعدت تزق فيه وخدت ضرب كتير مكاني. بس طبعا بعد ما كنت انضربت كتير قوي. بعدها والدي بصلنا وبص للدم اللي على راس امي اتصدم، فرمى الحزام من ايده وقال ايه ده ازاي انا عملت كده؟ قومي يا ام رياض. قالت له شوف ابنك زمانه هيموت، انا ما خدتش ربع الضرب اللي خده، والله الواد لو جراله حاجه لا اوديك في داهيه. انا لسه واقف مكاني وفي حاله صدمه. فجري والدي عليا وقال لي مالك يا رياض مالك يا حبيبي حقك عليا انت فيك ايه اوديك المستشفى؟ انا شايفه بيكلمني بس مش عارف ادي اي رد فعل. بس بعد دقيقه كده
حسيت إني رجعت لوعي، وبدأت وقتها أرجع لورا وأبعد عنه. أمي كبست الجرح عندها وجت كمان علشان تكبس جروحي. ما طبيعي التوكة بتاعت الحزام تقيلة وخبطت في دماغي كذا مرة، يعني أكيد اتعورت. ولكن لما جت أمي وبصت على دماغي استغربت، ما لقيتش فيها ولا جرح. بصت على جسمي مكان الضرب، ما لقيتش اي علامات للضرب، مع ان اصلا جسمي حساس واي حاجه بتبان فيه. بس وقتها ما ظهرش عليا اي علامات. امي قالت لي انت حاسس بحاجه؟ فبصيت وقتها لجسمي مكان الضرب وهزيت دماغي لا. فبقت مستغربه قوي هي ووالدي، وحضنوني هما الاتنين وفضلوا يعتذروا لي. وقتها انا من الصدمه سبتهم ودخلت نمت. وشويه وبدات احلم. حلمت اني قاعد في نفس المكان اللي بتظهر فيه البنت، ولكنها ما كانتش موجودة. فضلت مستنيها شوية كده ولكنها ما جاتش. فقمت اتحرك جوه الحلم وكنت ماشي، ولكني سمعت صوت بنت جميل جدا بينادي وبيقول لي استنى يا رياض. كان اول مرة اسمع الصوت ده، عمري اصلا قبل كده في الاحلام اللي فاتت ما سمعت صوت البنت دي. فلفيت وبصيت، اتصدمت. لقيت البنت اللي كلها حيوية وبتحب اللعب جاية بتعرج برجليها ومش عارفة تمشي، ووشها وجسمها كانوا مليانين كدمات وراسها كمان متعورة. فاتصدمت وقلت لها ايه ده؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ فبصت لي وقالت لي كلام مش هقدر انساه. قالت لي وهي بتبتسم بصراحة مش انا اللي كنت مقصودة، بس طول ما انا عايشة مش هسمح انك تتأذي، حتى لو كان تمن ده هيكون موتي. فلقيت نفسي بقول لها في الحلم انت مين؟ فقالت لي تقدر تقول يا عم الحارسة بتاعتك. فقلت لها يعني ايه؟ انت انسانة زيي؟ قالت لي لا بس خايفة اقول لك تخاف مني. قلت لها جنية يعني؟ حتى لو انت صاحبتي. ففرحت جدا وقالت لي يعني مش خايف؟ قلت لها لا، وحضنتها وانا حاسس بشيء غريب ناحيتها. انا عيل 10 سنين بس مش عارف ليه كنت متعلق بيها كده. وعرفت وقتها ان سبب اني اتضربت وما حسيتش باي حاجه ولا بان عليا علامات هو انها دخلت جوه جسمي وقت ما اتضربت وخدت الضرب كله مكاني، وده اللي خلاها مليانه كدمات ومتعوره وبتعرج. فحبيتها قوي وفضلنا على كده بتعدي الايام وانا بكبر وهي كمان بتكبر، وسرها مخبيه في قلبي ومش بعرفه لاي حد. لما كبرت بقت جميله قوي، كل سنه كانت بتكون احلى من اللي قبلها. استحاله جمالها ده يكون في اي بنت من البشر. انا وقتها كنت بدات اكون في سن ال 14 وده السن اللي انا بلغت فيه. فبدات احلامي معاها اللي كلها لعب وهزار تتغير. بدات حاجه تانية تتغير ناحيتها، حاجه بتشدني ليها. فبقت لما تيجي تلعب معايا اسرح واركز في جمالها وباقي تفاصيلها، وبدات اقرب منها وبدات الاحلام تاخد طابع تاني خالص. لحد ما مع الوقت الأحلام انقطعت تماما. عدى يوم 2 10 بقوم من النوم استغرب وانا مش عارف هي ما بقتش تزورني ليه، لدرجة اني كنت هتجنن. انا اكتر من 4 سنين مفيش ليلة ما زارتنيش فيها، لحد ما في ليلة بعد حوالي اكتر من 3 شهور بدأت احلم بالمكان اللي كنا بنتقابل فيه تاني. ففرحت جدا وقعدت مستنيها، وبالفعل بدأت تظهر واترمت عليا وحضنتني جامد وانا كمان حضنتها. وبعدها بعدت عني كده وابتسمت بخجل، فما فهمتش. فبصت على بطنها فاستغربت كده وبعدين ضحكت وفهمت. وبعدين قلت لها بعدها انت ليه سبتيني مرة واحدة كده واختفيتي؟ فقالت لي بحزن انها هربانة من ابوها لانه هيموتها وهيموت كمان اللي في بطنها. فقلت لها ليه؟ طيب ما ينفعش تظهري لي في الواقع وتعيشي معايا؟ فقالت لي لا، الواقع بتاعكم والعالم بتاعنا ما يفرقوش عن بعض، احنا يعتبر في عالم واحد اصلا. عيلتي اصلا كلها ساكنين بيتكو بس محدش فيهم كان بيأذيكوا بسببي، وده لاني اتعلقت بيك من صغري. فلما لقوني اتصاحبت عليك زمان وطلبت منهم ما يأذوش حد فيكو سمعوا كلامي، بس كان شرطهم الوحيد ان ما يحصلش بيني وبينك حاجة اكبر من كده، وهددوني ان لو حصل اكتر من كده هيموتوني. ولكن لاني بحبك لما قربت مني ما قدرتش امنعك، ودلوقتي بحاول اهرب من موتي. لسه هرد عليها لقيت صوت بشع بيقول ومش هتعرفي تهربي من موتك يا جليلة. وقتها الرعب اللي شفته على وشها ما شفتش زيه قبل كده. بابا ببص مكان ما بصت اترعبت، لقيت كيان مرعب ما شفتش زيه قبل كده، شكله اقرب لخروف اسود بقرون كبيرة بس واقف على رجليه زينا، وكان حواليه كيانات كتير شبهه كده ولكن هو أضخمهم. وفجأة جه في لمح البصر ومسك بنته من رقبتها جامد. لسه بقوم أقف علشان أروح ألحقها سقني بإيده طيرني مسافة طويلة قوي، وفجأة وهو ماسك جليلة ضرب إيده في بطنها وطلع العيل وحطه في إيديه
وفعصه. جليلة صرخت وقتها صرخة مش قادر انساها، ما كانتش صرخة وجع قد ما هي حزن على ابنها. وفجأة الكيان ده خنقها جامد وهي كانت مداها ايديها، فقمت بسرعة وانا بصرخ باسمها وبدأت اجري عليها، ولكنها كانت عمالة تعمل لي بايديها كده كأنها بتقول لي ابعد او اهرب، بس انا ما سمعتش كلامها وجريت ناحيتها. وقبل ما اوصل سمعت صوت خلاني وقفت مكاني ونزلت على ركبي على الارض. كان صوت كسر رقبة جليلة، فين اللي يرجع رقبتها لورا لحد ما كسرها ووقعت على الارض. ووقتها بصلي وكان جايلي، بس ظهرت وقتها الام المشوهة، ولما شافت بنتها فضلت تصرخ وانا قاعد على الارض مصدوم ومش مصدق. ولسه الكيان ده كان جاي عليا، بدأت امها تصرخ وتزقه وتبعده عني، وانا اصلا مش فارق معايا اللي بيحصل. انا عمال ابص لجليلة ومصدوم ومش مصدق. وقمت عديت بينهم وهما بيتخانقوا وبصيت على جليلة وعلى حالها، الدموع نزلت من عيني وانفطرت من العياط وخدتها في حضني وانا بصرخ. وفجأة بدأت الدنيا تتلاشى وهفوق من الحلم وانا عمال بصرخ ومش عايزها تختفي من ايدي. فضلت تتلاشى وانا ماسك ايديها لحد ما اختفت، ولقيت نفسي بصحى من النوم وانا بصرخ باسمها ووشي غرقان في دموعي. وعرفت ان دي هتبقى اخر مرة اشوفها فيها. وعشت في صدمتها لحد النهاردة وانا في ال25، وعمري ما حبيت بنت ولا عارف انسى جليلة، وخدت قرار اني هعيش على ذكرياتي معاها لاخر العمر، لان عمري ما هنساها مدى الحياة.